السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة كريستالم كريم، وأهلا بالمتابعين الجداد معايا في القناة. النهاردة معانا موديل لشنطة أطفال. طبعا اللي أول مرة يشوف القناة، احنا منفذين أكتر من فكرة وأكتر من مشروع من الخرز، مقسمين القناة لمشاريع. عندنا مشروع الشنط، عاملين الشنطة اللولي، عاملين الشنطة السوارية، عاملين شنط الأطفال، عاملين شنط البنات، عاملين أكتر من فكرة وأكتر من مشروع على القناة. عاملين منفذين مشروع فوانيس رمضان، منفذين مشروع لعب الأطفال، مشروع الإكسسوارات، عندك علب المناديل البونبونيرة، عندك تزيين الشبشب البلاستيك بالخرز، ده برضو مشروع. عاملين توزيعات السبوع، ده برضو مشروع. منفذين اكتر من فكرة واكتر من مشروع، ويا رب تكون القناة فتحة خير للجميع بإذن الله. طيب، فكرة النهاردة وشنطة النهاردة هتكون ايه؟ النهاردة منفذين شنطة للأطفال بسيطة ومن بواجي الخرز عندك، وفكرة مشروع جميل. طبعا انت لو عملتي مشروع، بس شنو لو انت لسه مبتدئة ومش عارفة تعملي الشنطة، طبعا اللي بيدخل القناة ان شاء الله بفضل من ربنا، لو شنطة موديلها ايه بنشرحها واحده واحده وغرزه غرزه مع بعض، بتطلع من الورشه فاهمه الورشه كلها وبتعرف تنفذيها. فاحنا بنشرح شرحنا القناه اساسا للناس المبتدئه اللي ما تعرفش اي فكره عن الخرز. خلاص، فباذن الله ادي كده معانا، ادي دي شنطه اطفال بسيطه وسهله. لو نفذت المشروع دوا، انا منزلك اكتر من موديل، وهينزل كمان اكتر من موديل على القناه لشنط الاطفال. شنطة النهاردة عبارة عن غرز سداسية كلها بسيطة وسهلة وجميلة بالشكل ده. احنا مستخدمين فيها خرز محجون. لو عندك خرز مدور عادي عادي، لو عندك خرز مدور مط، اي خرز مدور عندك مقاس 10، ممكن عايزة تعمليها اصغر من كده ممكن خرز مقاس 8 ماشي، بس هي بخرز مقاس 10 حلوة مناسبة لسن الأطفال من عمر سنة لعمر 4 سنين، من عمر سنة لعمر 4 سنين. تمام. طيب، وهنستخدم خيط مقاس 60 معانا، وهنستخدم المقص والبنز. نبتدي الورشة، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، أول حاجة طبعا دي غرز سداسية، يبقى هنلضم. يعني إيه غرزة سداسية؟ يعني مكونة من 6 خرزات. يعني أنا هلضم 6 خرزات باللون الأصفر. تمام كده. كده أنا لضمت 6 خرزات. هخلي الخرز في وسط الخيط وأساوي طرفين الخيط كده ببعض. تمام كده ماشي. اصبح عندي الخيط اتقسم نصين، خيط يمين وخيط شمال. الخيط اليمين هرجع في نفس الخرزه اللي في الخيط اليمين من فوق لتحت، كانك هتطلع بالخيط من الخرزه. ادي الطرف اليمين هرجع في الخرزه كده من فوق لتحت بالشكل ده، واشدها بس مش شد للاخر، لان لو شديت للاخر الخيط هيطلع منين؟ من الخرزه. لا، انا عايزاها تكون معايا حلقه كده. تمام. واجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقه واشد كده. انا عملت غرزه سداسيه. سداسيه يعني مكونه من 6 خرزات. اشد الاول العقده كويس، وبعد كده هو امسكها كده. ما تخليش ايدك عامله كده، ما تخليش ايدك عامله كده من بعيد، لا، تبقى مالكه شغلك كده، مجربه ايدك كده من الغرزه وتمسكيها كده بايديكي، وايدك اليمين بتسحب ايدك الشمال وتدخل العقده جوه قلب الخرزه كده. تبقى ايه العقده بتاعتك جوه الخرزه، لا باينه من هنا ولا باينه من هنا، عشان تبقى شغلك بعد كده اللي هتعمليه يبقى مظبوط. خلاص، انا عملت 6 خرزات، هشتغل على ال6 خرزات دي. كل خرزه هشتغل عليها 6. تمام. اسمه سداسي على واحد. سداسي على واحد يعني ايه؟ انا معايا خرزه هخليهم 6. خلاص. طيب، انا معايا واحده في الخيط، الخيط عليه واحد، يبقى احط عليهم كام عشان يبقوا 6؟ هحط عليهم 5، بس هشتغل السطر الجاي باللون الاحمر. تمام. طيب، اشوف الخيط الاطول. طبعا انا مسويه الطرفين، هيطلعوا الاتنين تقريبا قد بعض. ماشي. وهلضم 5 خرزات باللون الاحمر. بصوا، اول غرزه لضمت 5. ليه؟ لان انا واقفه على خرزه واحده بس. خرزه واحده و5 يبقوا 6. خلاص. ادي اسيب 4 خرزات وارجع في الخرزه الخامسه عشان اعمل ايه؟ الحلقه اللي هي هدخل بيها بالطرف التاني عشان اعمل العقده. تمام. انا بعمل الحلقه عشان اعمل ايه؟ كده امسكها كده، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة بالشكل ده، واشد العقدة الاول، اشدها الاول، وبعد كده امسك الخرزة كده وايدي اليمين تسحب الشمال وادخل العقدة جوه ايه؟ الخرزة. يبقى ده عندي عملت اول
غرزة سداسية، سداسي على واحد، سداسي على واحد. خلاص، اجي بالطرف اللي من تحت هدخل في الخرزة التانية. انا همشي على الست خرزات اللي احنا عملناهم، هدخل في الخرزة التانية كده. تمام كده. كده الخيط طالع معايا من كام خرزة؟ طالع معايا من 2. طالع من الخرزة الحمراء الغرزة الأولى اللي عملناها، وطالع من الخرزة اللي احنا دخلنا فيها التانية. يبقى الخيط طالع معايا من خرزتين، 2 من 6، يبقى احط عليهم كام؟ 4. هحطهم فين؟ في الخيط اللي من عند طالع من الخرزة الحمراء، الخيط اللي من فوق اليمين. احط 4 خرزات باللون الأحمر. حطينا 4، اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق لتحت، اعمل الحلقة كده. تمام. واشد الحلقة كده، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة واشد كده. اشتغلنا على خرزتين من ال6 اللي هم الصفر دول. تمام. طيب اجيب الطرف اللي من تحت ادخل في الخرزة التالتة بالشكل ده كده. خيط طالع من خرزتين، كل مره يبقى طالع معايا من خرزتين، خرزه من الغرزه اللي قبلها على طول. واجي في الخيط اللي فوق واحط كام خرزه؟ 4 باللون الاحمر. 4، اسيب 3 وارجع في الخرزه الرابعه من فوق لتحت كده. اعمل الحلقه ومسكها بايدي كده، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقه، اشد كده، اشد العقده الاول قبل ما ادخلها جوه الخرزه، وبعد كده اسحبها جوه ايه؟ الخرزه. كده اشتغلنا على 3 خرزات من الاصفر سداسي على واحد. اجيب الطرف اللي تحت ادخل في الخرزه الرابعه، تديني شكل الورده. تمام كده. الشكل ده معايا 2 خرزتين في الخيط. هاجي في الطرف من عند الخرزه الاحمر واحط 4 خرزات عشان يبقوا 6. حطينا 4 خرزات، اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق لتحت. اعمل الحلقة كده. تمام. واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة كده، واشد وادخل عقدة جوه الخرزة، الخرزة الخامسة من ال6 اهو. الشنطة كلها تبقى غرز سداسية، كلها تبقى غرز سداسية. انا معايا 2، يبقى هاجي في الخيط اليمين اللي هو من عند الاحمر طالع من الخرزة الحمراء واحط 4 احمر. 4، اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق لتحت. اعمل الحلقة كده، ادخل في الحلقة بالشكل ده. اخر خرزة في ال6 اللي هما الصفر هدخل فيها، وهطلع في اول خرزة من اول غرزة عملناها. خلاص، يبقى هدخل بالخيط اللي تحت في خرزتين، الخرزة اللي هي اللي عليها اخر واحدة في ال6. تمام كده. واطلع في اول خرزة في خرزة واحدة بس من الغرزة ايه اللي عملناها بالشكل ده كده. شايفين؟ يبقى الخيط هنا معدي معايا من كام خرزة؟ معدي معايا من 1 2 3، من 3 خرزات. ليه 3 خرزات؟ انا دخلت في خرزتين بس. طب ما هو الخيط كان طالع من خرزة من الغرزة ايه اللي قبليها، الخيط طالع من خرزة من الغرزة اللي قبليها، والطرف اللي تحت دخلت في خرزتين، يبقى معدي الخيطين معديين من 3 خرزات. 3 من 6، يبقى هاجي في الطرف اليمين وهحط ايه؟ 3. 3 اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت بالشكل ده كده. تمام كده. هاجي بقى هنشتغل السطر اللي جاي بقى هيكون سداسي على 2 والسداسي على 1. يعني ايه؟ واحدة واحدة. انا الخيط طلع معايا من الخرزة دي خرزة، الخرزة دي جنبيها خرزة، تحتيهم خرزة، عاملة زي حرف الواي كده، عاملة زي حرف ايه؟ الواي. خلاص، اجي هنا الخيط اللي تحت هدخل في الخرزة التانية اللي تحتيهم خرزة. خلاص كده اها. يبقى كده الخيط كان طالع معايا من الخرزة دي. تمام. ما ادخلش في اللي جنبيها دي لان دي ما فيش تحتيهم خرزة، لا ادخل في اللي جنبها دي اللي تحتيهم خرزة. يبقى انا الخيط طالع معايا من خرزة، ادخل في الخرزة اللي جنبيها اللي تحتيهم خرزة. كده معايا 2 في الخيط، 2 من 6، يبقى هيجي في الطرف اليمين اشوف الطرف الاطول اشتغل بيه. تمام.
الطرف الاطول، الطرف ده الاطول يبقى اشتغل بيه كده. خلاص شوفي في بداية السطر، في بداية كل سطر شوفي الطرف الاطول اشتغلي بيه اللي هو بنحط فيه الخرز. معايا 2 من 6 يبقى احط 4 خرزات باللون الاصفر. حطينا 4 خرزات، بسيب 3 وارجع في الرابع من فوق لتحت عشان اعمل الحلقة. الحلقة دي هي اللي بدخل، هي اللي بعمل بيها ايه، بجيب الطرف التاني ادخل فيها ونعمل العقدة كده، ندخلها جوه الخرزة. تمام كده. ادي اول غرزة سداسية عملنا نعملها لون ولون عشان تفهمي ماشية ازاي. الخيط اللي تحت هدخل في خرزة واحدة بس، مرة ادخل على 2 اللي تحتهم خرزة احط 4، ومرة ادخل على ايه تحت خرزة واحدة بس. كل مرة عايزة عدد الخرز 6. يعني تشوف انت طالعه الخيط منين. انا دخلت في خرزة كده، الخيط معدي معايا من كام خرزة، من خرزتين. انا دخلت في الخيط اللي تحت في خرزة واحدة اللي هي الحمرة دي، والخيط كان طالع من الخرزة من الغرزة اللي قبليها، يبقى 2. 2 من 6 يبقى احط كام، هحط 4. 4 احطهم في الطرف الهون، في الطرف الخيط اللي طالع من الخرزة الصفراء، الطرف اللي من فوق. 4 خرزات، اسيب 3 وارجع في الخرزة ايه، دايما ترجع في الخرزة الاخيرة. يعني لضمن ان شاء الله 10 خرزات ترجع في الخرزة الاخيرة نعمل فيها الحلقة. خلاص كده سيبنا 3 ورجعنا في الخرزة الرابعة، ونيجي الطرف التاني ندخل في الحلقة بالشكل ده، بالشكل ده كده. تمام. الطرف اللي تحت هدخل في خرزتين اللي تحتيهم ايه خرزة، مرة ادخل في خرزتين اللي تحتيهم خرزة، ومرة ادخل في خرزة واحدة بس كده. كده الخيط معدي، الخيطين معديين معايا من كام خرزة. الخيط اللي تحت دخلنا في الخرزتين تحتهم خرزة، خرزتين، والخيط اللي من فوق معدي في الخرزة من الغرزة اللي قبليها، يبقى الخيطين معديين من كام خرزة، من 3 اللي هي الصفرة والاتنين الحمر اللي دخلنا فيهم. 3 من 6 يبقى احط في الطرف اللي من فوق اليمين اللي طالع من الاصفر احط 3. 3 اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت، اعمل الحلقة كده بالشكل ده، بالشكل ده كده. تمام. اجي الخيط اللي تحت ادخل في خرزة واحدة بس، مرة ادخل في خرزة ومرة ادخل في خرزتين، وهحط كام معايا 2. 2 من 6 يبقى احط في الطرف اللي فوق 4. 4 اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق لتحت، اعمل الحلقة بالشكل ده كده. تمام كده. همشي باقي السطر، الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين اللي تحتيهم خرزة واحط كام، احط 3 عشان الخيط هيبقى معدي في 3 خرزات، واجي في الخيط اللي فوق احط 3. بعد كده الخيط اللي تحت ادخل في خرزة واحدة بس واحط كام، احط برضو 3، احط 4 عشان الخيط هيبقى معدي من خرزتين. يبقى مرة اخش في خرزتين واحط 3، مرة اخش في خرزة واحط 4 خرزات. همشي واجي على اخر خرزة اعملها معاكم. تمام كده. يبقى السطر اللي عدى اللي هو باللون الاصفر ده عملناه سداسي على 2 سداسي على 1، كلها غرز سداسية. خلاص هنيجي عند اخر خرزة هدخل فيها وهطلع في اول خرزة من اول غرزة عملناها على السطر، يبقى هدخل في خرزتين. خلاص. طيب انا معايا 3 في الخيط، 3 خرزات، 3 من 6 يبقى احط ايه 3. تمام كده. 3 بسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت بالشكل ده، شد الخيط كده. خلصنا السطر دوت. السطر الاخير معايا في الشنطة بقى هيبقى ايه سداسي على 2 مرتين وسداسي على 1. سداسي على 2 مرتين، شايفين عندي حرف الواي اهو مرتين، حرف الواي مرتين، وهنا خرزة واحدة لوحديها مفيش تحتيها حاجة، اللي هي ايه الزوايا دي، الزوايا بتاعتي دي خرزة لوحدها، وهنا عندي حرف الواي مرتين. تمام. خرزتين تحتيهم خرزة، خرزتين تحتيهم خرزة، كل خرزتين تحتيهم خرزة هيبقى سداسي على 2، سداسي على 2، وبعد كده خرزة واحدة تبقى سداسي على 1، نشتغلها مع بعض. انا الخيط طالع معايا من خرزة، من الخرزتين اللي تحتيهم خرزة، طالع من خرزة منهم. خلاص ما تدخلش ايه، ما تدخلش بالخيط كده عكس في دي لا، دي لوحديها. ماشي.
هو الخيط طلع لي من خرزة من الخرزتين، يبقى اكمل الخيط بتاعي اللي تحت وادخل في الخرزة التانية اللي هي ايه عشان ما تتلخبطيش. عشان يقول انت قلتي طب ندخل في الخيط في الخرزة التانية ادخل في دي، لا ما ادخلش في دي، ادخل في الخرزة التانية اللي هي تكملها اللي تحتيهم خرزة. يبقى الخيط طلع معايا من الخرزة دي جنبيها خرزة اللي تحتيهم ايه خرزة. خلاص الخرزتين دول اللي تحتيهم ايه خرزة. ماشي، دول اتنين من 6 يبقى 4. هاجي في الطرف اللي من بره هنا واحط ايه 4 خرزات. حطينا 4 خرزات، اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق لتحت اعمل الحلقة كده، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة كده. شايفين؟ ادي اول غرزة سداسي على 2، سداسي على 2. اسيب الطرف اللي تحت ادخل في الخرزتين التانيين. يبقى السطر ده بنكتبه كده عندنا سداسي على 2 مرتين وسداسي على 1 مرة واحدة. تمام كده. الخيط معدي في كام خرزة؟ الخيط اللي تحت دخلت في خرزتين اللي تحتيهم خرزة، والخيط اللي فوق معدي من خرزة من الغرزة الأولى. يبقى الخيط معدي معايا من 3 خرزات، الحمراء والاتنين أصفر. 3 من 6 يبقى أحط 3. أجي في الخيط اللي طالع من الخرزة الحمراء دي اللي من فوق وأحط 3، أسيب 2 وأرجع في التالتة من فوق لتحت. كده تمام. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة بالشكل ده، خرزة واحدة بس اللي هي جايه لوحدها في الزاوية دي مفيش تحتيها حاجة. تمام، يبقى دخلت سداسي على 2 مرتين. تمام، والسداسي على 1. طبعا الخيط معدي معايا من خرزتين، خرزة من الغرزة اللي قبليها ودخلت في خرزة واحدة بس. 2 من 6 يبقى احط 4. اجي في الطرف اللي فوق واحط 4 خرزات. 4 خرزات، اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق لتحت اعمل الحلقة واشد كده. هنمشي السطر كله. خلاص الخيط اللي تحت هدخل في خرزتين تحتيهم خرزة واحط في الخيط اللي فوق 3. بعد كده الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين تحتيهم خرزة والخيط اللي فوق واحط 3. بعد كده ادخل في خرزة واحدة بس واحط 4 خرزات. يبقى مرتين سداسي على 2 ومرة واحدة سداسي على 1 زي ما عملنا ايه هنا. تمام كده بالشكل ده. هنلف داير ما يدور كده عليها كلها. خلاص اخلص السطر وارجع لكم نشوف هنعمل ايه. تمام كده احنا خلصنا الايه الوحدة. هي وحدة سداسية كلها غرز سداسية وشكلها حتى على الشكل السداسي. خلاص هنعمل شكل تاني هيبقوا 2 كده. نعمل 2 كده هنشوف هنشبكهم ببعض ازاي. طبعا كل جنب جد التاني، كل جنب او كل ضلع جد التاني. فاحنا هنشبك الاضلاع كلها وهنسيب ضلع واحد. خلاص في اي ضلع تبدأي يعني ملهاش اتجاه معين. هنجيب مثلا ضلعين قدام بعض كده بس هنسيب اول خرزتين، هنسيب اول 3 خرزات، خرزة لوحديها في الزاوية وخرزتين دول ونطلع الخيط من الخرزتين التانيين. تمام عشان تدي وسع في دخلة اليد زي الشنطة معانا هنا كده، عشان تدي وسع ايه للطفلة او الطفلة تحط ايه حاجتها مرتاحة. خلاص فاحنا هنسيب اول 3 خرزات معانا، هنسيب اول 3 خرزات وتخش في الخرزتين اللي بعديهم. هنسيبها 1 2 3 من بداية الضلع، خرزة لوحديها هي اول واحدة وبعد كده خرزتين تحتيهم خرزة وهندخل في الخرزتين التانيين على طول تحتيهم خرزة. خلاص واجي في الفتلة من بره واحط ايه خرزة باللون الاصفر كده. تمام شايفين معايا كده خرزة واحدة. واجي هنا قصادها هسيب برضو 1 2 3 وهدخل في الخرزتين دول اللي هي 4 و5. هدخل في 4 و5 كده. شايفين منظر؟ واجي في اي طرف هحط ايه خرزة واحدة باللون الاصفر واقفل خرزة واحدة بس. همشي كده داير ما يدور بالشكل ده، بس خلي بالكم يجي عند الزاوية هتبقى غرزة رباعية مش ثلاثية. شايفين عملنا ايه تاني؟ سيبنا خرزة، مسكنا ضلع وسيبنا 1 2 ودخلنا
سيبنا 1 2 3 ودخلنا في الخرزة رقم 4 و5 تحتيهم خرزة 4 و5 وجيت في الطرف اللي من فوق حطيت خرزة بلون اصفر ونفس الطرف دخلت في الخرزتين اللي قدامهم ماشي وحطيت خرزة وقفلت. هاجي الخيط اليمين هدخل في خرزتين اللي بعديهم اللي تحتيهم ايه خرزة بالشكل ده. والخيط الشمال هدخل في خرزتين اللي ايه بعديها وايه اللي تحتيهم خرزة كده واجي في اي طرف احط ايه خرزة. طب هنعمل ايه بعديها؟ بعد دي مش جايه خرزتين. شوف هنعمل ايه اوريكم هنعمل ايه. تمام كده ضم كده الشغل كده على بعضه كده. هذا الخيط طالع من هنا من الخرزة الصفراء معايا تمام ضمتهم كده على بعض واجي عندي الخرزة اللي في الزاوية دي كده اهو عشان متتلخبطيش ادي اهو انا اشتغلت كده. هاجي ادي عندي الخيط اليمين والخيط الشمال اهو هدخل في الخرزة اللي هي في الزاوية دي لوحديها اهو خرزة واحدة تمام واجي الخيط الشمال هطلع في خرزة واحدة وهحط خرزة هتبقى ايه الزاوية دي تبقى رباعية. شايفين الخيط معدي في 3 خرزات واحط خرزة ايه واحدة بس خرزة واحدة واقفل كده تمام. دي غرزة ايه هتبص تلاقيها بتضم معاكي اهي كده وتكملي بقى. الخيط اليمين هطلع في خرزتين والخيط الشمال اطلع في ايه في خرزتين واحط خرزة في اي ايه طرف كده. تيجي عند الخرزة اللي هي الزاوية دي تحط ايه هتبقى رباعية دي رباعية في الزاوية لكن بعد كده هنا سداسية وهنا سداسية. الخيط الايه الشمال هدخل في الخرزتين اللي تحتيهم ايه خرزة وتحط خرزة في اي طرف ويستحسن الطرف الاطول هو اللي تحط فيه الخرز. هنمشي بقى داير ما يدور. الخيط اليمين اطلع في خرزتين والخيط الشمال اطلع في خرزتين واحط خرزه. الخيط اليمين اطلع في خرزتين والخيط الشمال اطلع في خرزتين واحط خرزه. اجي هنا في الزاويه دي هدخل في خرزه واحده بس وهنا خرزه واحده بس وهحط خرزه هتبقى رباعيه تمام. بعد كده هتخش في 2 و2 وتحطي خرزه 2 هتبقى سداسيه 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 وتيجي في الزاويه هنا هتبقى رباعيه زي هنا عملناها هنا هتبقى رباعيه بس سداسيه سداسيه رباعيه سداسي 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 رباعي. خلاص هتلف بقى داير ما يدور كده تمام ونيجي نشوف هنعمل اليد مع بعض. تمام كده احنا جفناها داير ما يدور غرز سداسية تمام وجينا هنا في كل زاوية عملنا غرزة ايه رباعية تمام كده بالشكل ده داير ما يدور كده معانا. ادي شنطة الاطفال الجميلة بنوتة. اسعدي بنتك لو جدة اسعدي حفيدتك واعمليها بايدك بسيطة جدا وسهلة خالص. خلاص هنيجي نعمل ايه بقى نجيب خيط طويل عشان نعمل اليد الطول اللي احنا عايزينه وندخل في الخرزة اللي احنا ايه اول خرزة ايه حطيناها في الجنب من هنا. خلاص واساوي طرفين احط بس ايه اساوي طرفين الخيط ببعض. خلاص واجيب طرف اليمين احط خرزة باللون الاصفر والطرف الشمال احط خرزة الطرف اليمين خرزة والشمال احط خرزة كده وبعد كده اضم الطرفين والضم بقى العدد اللي انا عايزاه. احط واحدة اصفر وبعد كده هكمل انا بالاحمر كده عشان الاحمر عندي اكتر. خلاص في الطرفين افضل الضم كده خرز تمام ادي كده لضمنا واحدة يمين وواحدة شمال فرعنا الخيط
دخلناه في اول خرزه عملناها، فرعنا الخيط وحطينا خرزه وخرزه، وبعد كده ضميت الطرفين على بعض وبدات الضم بقى ايه الخرز. هلضم العدد اللي انا عايزاه، وهنيجي هنا وهنقفلها في الخرزه الايه اللي قصتها هقفلها معاكم. الضم بس الخرز العدد اللي انا عايزاه عشان مطولش عليكم الفيديو وارجع لكم. كده عملنا الطول اللي احنا عايزاه، اللي انت اي طول انت عايزاه، عدد حسب طول الشنطه اللي انت حباها. خلاص، وجينا في اخر حاجه بفتح كده الخيط، بفرع الخيط واحط خرزه في اليمين وخرزه في الشمال كده، كده، وهدخلهم في الخرزه اللي هي ايه اخر خرزه ضمناها في تجفيل ايه جنب الشنطه كده. ما تحبكيش على الاخر عشان خاطر تبقى الخرزه الخرز ما يبقاش مشدود بتاع اليد جو واقف كده. خلاص كده نشد كده، اعمل عقدتين تلاتة كده، تمام بالشكل ده. ادخلها في الخرزة هنا، خلي العقدة جوه الخرزة، لا باينة من هنا ولا من هنا. كده، واجيب الطرف التاني ادخل في الخرزة كده دي، ادخل في التانية كده، واعمل عقدة هنا وادخلها برضو في الخرزة اللي فوقيها. تمام تمام، هدخل العقدة خلاص، ونيجي نشوف وزنها كام، اتوه الخيط ونشوف وزنها وطولها كام. كده خلصت الشنطة جميلة دي، نشوف وزنها كام. شايفين 166 جرام، يعني مش مكملة 200 جرام، يعني الكيلو ممكن يعمل لك 5 شنط وزيادة كمان. 5 الكيلو ايوه يعمل لك 5 شنط. يعني فكرة مشروع، يعني مشروع الشنط ده وخصوصا شنط الاطفال والكبار برضو مشروع مربح باذن الله، وان شاء الله تكون فتحة خير للجميع. نشوف طولها وعرضها كام. ادي طولها معانا هنا كام، 14 سنتي، وعرضها 13 او 12 سنتي، 14 في 12 عرض. وزنها 166 جرام، مش مكملة 200 جرام، يعني الكيلو يعمل لك 5 شنط منها. تمام، او بواجي خرز عندك تقدر تعملي بيه احلى مشروع بالشكل ده. شايفين؟ بس اهم حاجة تختاري الالوان اللي هي تجذب الاطفال. ربنا يجعلها فتحة خير يا رب على الجميع. وبكده تكون ورشة النهاردة خلصت. أتمنى أن يكون فيديو النهاردة عجبكم، وأتمنى أن يكون الشرح خفيف وسهل عليكم. ويا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فكرة وكل فيديو جديد ينزل على القناة. ولايك وشير، اللايك يا بنات بيرفع الفيديو لأكبر عدد يستفيد. لايك وشير عشان أكبر عدد يستفيد. وانتظروا المزيد من الفيديوهات الجديدة والحصري على قناة كريستال أم كريم. وأسألكم دعوة حلوة من القلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.